ورحمه الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما ننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن ساره ونهله، وهما الاثنين الخلاف اللي دار ما بينهم. وساره طلعت واعتذرت بسبب ان هي عملت اشهار لاحدى الصفحات على القفطان، ونهله طلعت وقالت لما تكون مؤثره كبيره بالشكل ده وبتعلن عن القفطان في البلد او الصفحه اللي عملت معاها مشاكل علشان هي بتدافع عن القفطان الجزائري، وان الصفحه طبعا صفحه مغربيه. ساره عملت لها اشهار وطلعت ساره وقالت ان هي متعرفش الكلام ده، وان هي بتعتذر اعتذار كبير جدا جدا، وبتطلب من الناس ان هي تسامحها. مساء الخير عليكم. جيت باش نعتذر ونقول لكم استمحوا لي استمحوا لي استمحوا لي، غلط، نستعرف باللي غلط. كي طاقيت هذيك الصفحه اللي هي تاع بلا ما نقول لكم شكون اللي كانوا جيران ما ولاوش جيران، جل من لا يخطئ. مانيش حابه تولي الهضره تاع ما عندها حتى علاقه لا بالانتماء ولا بالوطنيه ولا والو. غلط، استمحوا لي، اعتذرت، حقكم على راسي من الفوق. انا تعرفوني بلي انسانه جابده 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 روحي قد ما نقدر قد ما نقدر، وتتقدر الغلطه تتقدر. غلط، اعتذر، جو ميكسكوز، اسمحوا لي. ماشي هضره برك، صح غلط، ونتمنى تسمحوا من عندكم، وان شاء الله باش ما يصراش نولو حنا نضربوا ما بيناتنا. هذا ما كان. اسمحوا لي اسمحوا لي. عايزه اعرف راي حضراتكم في التعليقات، وربنا يصلح احوالنا جميعا يا رب العالمين. حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله. والنزاع ان يعني نهله دفعت كتير جدا عن القفطان الجزائري، ومش قابله ان هي ساره تعمل اشهار لهذه الصفحه، وساره ما كانتش تعرف بهذا الموضوع، وطلعت واعتذرت فورا اول ما نهله حطت الكتابه على الستوري الخاص بها على صفحتها. السلام عليكم.